اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي ومن غير تفسير كتير وتوضيح كتير، كان تقريبا ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيسي في مخبئه والميليشيا تخطف نصر أكتوبر. كلمة أبرك من 10. الصحافة علمتنا إننا لما نكتب موضوع نكتبه 3 مرات. خلاصة الخلاصة في العنوان، والخلاصة في المقدمة، والتفاصيل بعد كده. والعنوان هو اللي أنا قلته دلوقتي: السيسي في مخبئه والميليشيا تخطف نصر أكتوبر. والتفاصيل لعل حضراتكم تابعتوها أو ممكن تتابعوها، اللي ما تابعهاش يقدر يتابعها. والمقدمة اللي هي الخلاصة بتقول إن السيسي راح مخبئه في العاصمة الإدارية بعيد عن شعب مصر عشان يحضر احتفال نظمته الميليشيا اللي هو أنشأها، المسماه اتحاد القبائل، ميليشيا المسجل خطر إبراهيم العرجاني. عشان الاحتفال ده الميليشيا عملته عشان تخطف بيه رمزية 6 أكتوبر حتى من إيد الجيش نفسه. وسيبك من إن الاحتفال معمول بعد الهنا بسنة، معمول بعد ميعاده ب20 يوم. وركز مع مين اللي بيحتفل. اللي بيحتفل هو الميليشيا، ومن يفترض أنه رئيس الجمهورية مستخبي عندها من الشعب ومن الجيش اللي الميليشيا بتخطف منه عيده. مستخبي 4 مرات، مرة ورا الميليشيا، ومرة في العاصمة الإدارية اللي هي مخبأ محاط بسور ومغطى بمدفعية وصواريخ، ومرة في الركن البعيد الهادي المطوق بالحراسات الخاصة والجنود من كل صنف ولون، واللي السيسي قاعد فيه متداري وبعيد عن الناس في استاد العاصمة الإدارية، ومرة بالزجاج المضاد للرصاص اللي محوط مكان السيسي بالكامل. ورغم كل ده السيسي غير خطابه واستبدل الكذبة بكذبة أكبر، وإعلان الخيبة بإعلان خيبة أتقل. السيسي كان بيقول إن مصر بتمر باقتصاد حرب، وما تفهمش حرب إيه اللي بتخوضها سلطة فرطت في النيل اللي إثيوبيا حجزته، والسلطة ما ضربتش طلقة واحدة، وفرطت في دم الجنود اللي إسرائيل قتلتهم، والسلطة ما ضربتش طلقة واحدة. طيب، كذب وخيبة طبعا إنك تقول بإن مصر بتمر باقتصاد حرب، بس الألعن إن السيسي غير الكذبة دي بكذبة أكبر وخيبة أتقل. قال إن مصر عايشة حالة الهزيمة، الحرب خلصت وإحنا اتهزمنا يا رجالة. قال إن أيامه شبه أيام 1967. قال حرفيا اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي من غير توضيح كتير كان تقريبا نفس الظروف اللي كنا بنعيشها في مصر بعد 1967. واسألوه هو في 67 مين اللي هزمنا، والنهاردة مين اللي هزمنا غيره؟ إذا كان قصده إن سلطته لوحدها ألعن من 30 هزيمة يبقى عنده حق، يبقى صدقة وهو كذوب. إنما لما يقول كده من غير ما يقول إن هو الهزيمة بعينها، وهو ما قالش إن هو الهزيمة بعينها، يبقى كذاب كبير وخيبته بالويبة. فكروه إن حكم العسكر هو اللي هزمنا في 67، وده باعتراف عبد الناصر نفسه في قضية انحراف المخابرات. وفكروه إن الشعب اللي السيسي مستخبي منه هو اللي ربط على بطنه حجر وسف التراب بعد هزيمة 67 لغاية لما وقف البلد على رجليها لأنه بيحبها. وفكروه إن الشعب ده اللي هو بيحتقره، اللي السيسي بيحتقره، هو اللي عبر وتجاوز المستحيل وصنع معجزة النصر اللي عملت سلطة العسكر المستحيل برضه لغاية لما ضيعته. من أول طنطاوي أستاذ السيسي اللي فتح لإسرائيل السكة في الثغر عشان تفسد كل شيء، لغاية قدوته اللي هو أشاد بيه السادات اللي ادى للإسرائيليين
اللي ما يحلموش بيه في الاتفاقيات، زي ما كيسنجر نفسه قال كنت بروح محضر نفسي ان هقول للسادات تسيب لنا 10 كيلو على اساس انه هيرفض وفصله، وفي الاخر ترسي على 5، فأفاجأ بانه بيعرض عليها 20 كيلو، فاطلب اكتر واخد اللي طلبته. مصر كبيرة على المماليك يا سيسي، وانت من ديل سلالتهم اللي اخرها بيبقى عصابات، مجرد عصابات. وده بقى شكل سلطتك حاليا، وشكلها كده من الاول، بس دلوقتي بقى يخرم العين، بقى محدش يقدر يتجاهل حقيقته. وتعالى بص معايا على اتوبيسات الميليشيات، اتوبيسات العرجاني اللي نقلت الغلابة المجبرين غصب عنهم، جابتهم من كل حتة عشان يحضروا احتفال الميليشيا في المخبأ بتاعك. كلهم مع بعض. خلاص اتحركت يا عم حاج. مشيت يا عم حاج، مشيت. خليكم مصر كلها. امال ايه؟ لا احنا عايزين نخش المهنه انا وحسين اهو. يا حسين عايزك تتعلم اديك كورس، مش اي كلام. في كلام في كلام. الله ينور يا اعلامي. من جمال. غدا امتى؟ انت لايف؟ حاضر ماشي. المام مشطوبه بقى. بس الطريق مش كان رايق. جنود يعني. الدائري الخشب. طبعا اللي شفناهم في الفيديو دلوقتي دول لوحدهم أضعاف اللي عايشين في العاصمة الإدارية. جم منين دول؟ اللعبة ما تخلش على حد ومش خايلة على حد، والعارف لا يعرف، والكذب ملوش رجلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي اقول لكم ان انا بشكر كل من ساهم في هذه الاحتفاليه بصراحه، سواء كان منظمات المجتمع المدني او اتحاد القبائل او كل الناس اللي شاركت من المحافظات. مش هنسى ابدا ان انا اوجه ايضا التحيه لكل اللي ساهموا في الاحتفاليه دي من الفنانين